لا يزال قرار ليونيل ميسي المفاجئ برفض عرض فلكي من نادي الهلال، والذي كان من الممكن أن يكسب النجم الأرجنتيني راتبا سنويا يتراوح بين 900 مليون ومليار يورو، يثير فضول عالم كرة القدم. وعلى الرغم من أن الفرصة كانت متاحة أمامه لمنافسة كريستيانو رونالدو مرة أخرى في الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن ميسي اختار اتباع مسار مختلف، واختار إنتر ميامي في دوري كرة القدم الأمريكي. وقد أثار هذا الاختيار تكهنات لا حصر لها حول سبب رفض النجم الأرجنتيني لمثل هذا العرض السخي والتاريخي المحتمل. ويتساءل الكثيرون عما كان له تأثير حقيقي على قرار ميسي. هل فضل اللاعب الأرجنتيني جودة الحياة والهدوء الذي توفره الولايات المتحدة لعائلته على بريق كرة القدم السعودية وأرقامها الضخمة؟ أم أنه كان يفضل تجنب ضغوط المنافسة المباشرة الجديدة مع رونالدو، الذي كان قد ترسخ بالفعل كنجم كبير للدوري السعودي؟ لقد زادت مقابلة ميسي مع مجلة تايم الأمريكية، والتي كشف فيها أنه فكر في العرض لكنه اختار عدم قبوله، من الفضول حول الأسباب الشخصية والمهنية التي وجهت هذا الاختيار. وفي الوقت نفسه، أعرب المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين السعودي، مايكل مينالو، عن دهشته، وأوضح أن الباب لا يزال مفتوحا أمام ميسي في المستقبل. ومع ذلك، فإن رفض عقد الملياردير مع الهلال يثير التساؤل: هل سيفكر ميسي في الدوري السعودي مرة أخرى، أم أن هذه هي كلمته الأخيرة في هذا الموضوع؟ لا مفر من التكهنات، ويبقى عالم كرة القدم في حالة ترقب وانتظار لمعرفة ما إذا كان ميسي سيعيد النظر في قراره ويجلب موهبته الفريدة إلى الشرق الأوسط.